ايه الركنه الغبيه دي؟ نركب العربيه ازاي دلوقتي؟ ايه المتخلف ده؟ اركب ازاي؟ ماشي، انا هوريك تبقى تركن ازاي. عشان ايه؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ ايه في ايه؟ بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ يا عم في ايه؟ بكتب لك انا حمار ما بعرفش اركن عشان تبقى تقفل عليا كويس. طب في ايه؟ كنت في مشوار. انا مالي انا بمشاويرك؟ ايه اللي انا مالي بمشاويرك؟ ما نراعي بعضينا. لا يا حبيبي مش هراعيك، انت قافل عليا. ازاي انا عايز يعني؟ اركب العربيه. امشي انا بالعربيه ازاي كده؟ امشي بالعربيه كده عشان الناس تعرف ان انت ما بتعرفش تركن. يا سلام. هو في كده؟ في كده. طب ازاي يعني؟ في كده والله. طب امسحها زي ما كتبتها. لا 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 مش خليها هعديك حلو. خلاص. خلينا. انت مش هتعدي. لا انا هعدي. انا لا ازاي؟ ازاي؟ لا امسح الاول لما تعدي. لا انا هعدي وبعدين اطلع بعربيتك. يا عيني الراجل اللي هيروح بعربيته مكتوب عليها انا حمار ده اتحط في الموقف ده بسبب احساس بنمر بيه كلنا. اللحظه اللي بتحس فيها انك عامل زي البالونه وخلاص على تكه وهتفرقع، يا اما بقى بسبب كلمه وحشه حد قريب منك قالها لك، يا اما بسبب موقف محرج اتحطيت فيه في الشغل، او حتى بسبب الزحمه اللي بتخلينا دايما على اخرنا. اهلا بيكم في حلقه جديده من على الكنبه. افرد يا باشا، افرد. مش عارف شكلي هينام ولا ايه. افرد يا باشا. العصبيه والغضب شعور دايما بنشوفه سلبي، بس لو فكرنا 5 ثواني بس نقدر نخليه سوبر باور، بس ده لو عرفنا نتعامل معاه صح. في دراسة اتنشرت سنة 1996 بعنوان The Expression of Anger and Its Consequences، الباحثين كانوا بيركزوا على دراسة العلاقة بين طريقة التعبير عن الغضب وبين النتائج المترتبة عليها. جابوا مجموعة من المشاركين وشافوا هما بيعبروا عن غضبهم ازاي. هل بيعبروا عنه بطريقة مباشرة ولا بيكتموه جواهم ولا بيعبروا بشكل غير مباشر؟ نتائج الدراسة دي كانت إن الناس اللي بتعبر عن عصبيتها بشكل مباشر هم أقل عرضة للمشاكل النفسية والجسدية المتعلقة بالعصبية، على عكس الناس اللي بتكتم عصبيتها جواها أو بتعبر عنها بطريقة غير مباشرة زي التلميحات والهزار والتريقة. دول أكتر عرضة للمشاكل الجسدية والنفسية المتعلقة بالعصبية. التعبير الصريح عن عصبيتك ليه تأثير إيجابي على صحتك النفسية والجسدية، بس أهم حاجة تعبر عنه بطريقة مناسبة. يعني مش معنى ان انا بقول لك عبر عن اللي انت حاسس بيه انك تمشي تزعق وتلطش في الناس. عبر عن اللي انت حاسس بيه بس في نفس الوقت ما تخسرش احترامك للي حواليك. العصبيه دايما بيجي بعدها شعور بالندم والخنقه، وده يا اما بسبب الناس اللي حواليك اللي بتقعد تلومك وتحسسك انك اوفر، يا اما انت شخصيا بتلوم نفسك. طب ما تيجي نبص على الاوقات اللي العصبيه بيجي بعدها احساس بالقوه. فكر كده في المرات اللي عصبيتك ساعدتك انك تغير حاجه مضايقاك او بتستفزك. في دراسة اتنشرت في مجلة بولش سايكولوجيكال بوليتن اتعملت عن الموضوع ده بالتحديد. جابوا مجموعة من البنات الجامعيين وقسموهم فريقين. الفريق الأول المحققين اتعاملوا معاهم بمنتهى اللطف والجنتلة ومحدش زعق فيهم. المجموعة التانية بقى الله يعينها، المحققين قعدوا يستفزوهم بطريقة مش طبيعية، اللي يزعق فيهم واللي يتريق عليهم واللي يستفزهم واللي يرزع في وشهم الباب. والنتيجة أكيد الفريق التاني كانوا حاسين إنهم متضايقين وزعلانين، بس المفاجأة إنهم حسوا إنهم أقوى، مش بس نفسياً كمان جسدياً. القلب كان بيدق أسرع والدم كان بيتضخ بشكل أقوى في جسمهم. في اللحظة دي عصبيتهم حسستهم بإحساس أحلى، حسستهم إنهم أقوى وقادرين ياخدوا موقف مع حاجة مضايقاهم وبتستفزهم. علمياً بنشوف الغضب كشعور بيخليك إنسان أقوى، بيحسسك إنك قادر تاخد قرارات بشكل أسرع. مش دايما الغضب هيخليك تمشي تضرب وتزعق وتشخط وتنطر، لا، اوقات كتير هيخليك تتعامل وتحسن حاجه انت شايفها انها غلط. الناس اللي اكتر عرضه للعصبيه او للعلماء بيسموهم تريت انجر هم اللي بيحسوا بالقوه دي، لانهم هم اللي بيبقوا قادرين يتعاملوا مع كل مواقفهم بالطريقه دي، لان العصبيه والغضب بالنسبه لهم هي الوسيله اللي بيتعاملوا بيها. الشخص العصبي مش مجنون ولا اوفر ولا حاجه، كل الحكايه انه شخص بيعبر عن اللي هو حاسس بيه بشكل صريح ولحظي. لو قدر يتحكم في عصبيته ويستغلها في صالحه ممكن يبقى احسن مني ومنك ومن اي حد، لانه ببساطه قادر يواجه الحاجات اللي مضايقاه، ما بيكتمش مشاعره جواه.
حوط نفسك بناس مش هتقعد تصدر عليك احكام لمجرد انك قلت اللي جواك. خليك مع ناس قادره تفهمك وتحبك زي ما انت بكلاكيعك. اصل كلنا مليانين كلاكيع عادي، الفرق بس ان انت كلكعتك باينه قدامهم كلهم. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب، وقولوا لنا في الكومنتس ايه اكتر طريقه بتحبوا تعبروا بيها عن غضبكم. اشوفكم الحلقه الجايه.